ولا حماد، تعالى اقول لك حاجه مهمه، تعال عايزك في حاجه مهمه النهارده. للاسف هثق فيك، والله تخيل. انا عايزك تحافظ على الورق دي زي عينيك. الورق دي، عارف الارض بتاعت البلد بتاعتنا؟ الورق دي اللي يثبت ملكيتنا يا ابني في الارض هناك. لا، ما انا عارف انها مش محتاجه ورق ولا حاجه، ده بتاعت جدي جدي جدي، ده البلد كلها عارفه انها بتاعت. بس هو في ناس كلحه كده يا ابني، كانوا جم زمان كنت اديتهم قيراط يقعدوا فيه، كانوا صعبانين عليا والله، كانوا جايين يشحتوا وبتاع عارفهم انت؟ كانوا جايين بقى زمان يشحتوا، والله، فقلت يعني صعبوا عليا. ما تفهمش بقى ابن الكلاحه، والله كل شويه يقول لك لا دي الحته دي اكبر ودي مش مكفياني وبتاع والكلام ده كله. فالورق دي يا ابني اللي هيثبت ملكيتنا فيها ان شاء الله، ومن غير ورق ولا اي حاجه. انا عايزك تحفظ حدودها كويس، انا رسمتها لك، وعايزك تقعد مع عيالك برضه نفس القعده دي وترسم لهم نفس الرسم، وتعرفهم حدودها ايه، الله، عشان هم بيلعبوا في الحدود دي كتير قوي، الله يكرمك، ماشي؟ وتحافظ عليها يا ابني والنبي. زراعه ايه؟ تين وزيتون. هو الارض دي يا ابني بص طول عمرها بتطلع احسن تين وزيتون في العالم كله. والله، اوعى تفرط فيها، اوعى تفرط فيها، الله يكرمك حماد. اوعى تفرط فيها عشان عليها ثالث اهم مسجد في العالم. ربنا ينصرك عليه. أين سلاحكم يا عرب؟ أين عتادكم يا عرب؟ أين سلاحكم يا عرب؟ والله لو أعطيتم أهل غزة 1% من أسلحتكم لتحررت فلسطين. أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم. أنا العرب وإحنا المسلمين، وإحنا نحن فينا وما سويناش شيء، وإحنا العرب يا شباب يا عرب، اطلعوا يا عرب، احنا المسؤول في الرئيس أعيرونا مدافعكم وضلوا في مواقعكم. أخبروني متى تغضبون؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت، إذا ديست كرامتنا قد ديست، إذا قتلت معالمنا قد قتلت، إذا هدمت مساجدنا فلقد هدمت. أخبروني بربكم.